بتقول لنفسك لو يسوع شايفني ليه سايبني متكسر كده؟ ليه سايبني بعيط لوحدي؟ طب ليه كل البيبان مقفولة؟ بس تعالى، أنا هقولك اللي محدش قالهولك قبل كده. ناس كتير بتفكر إن التأخير معناه إن ربنا مش سامع أو مش شايف، ولكن الحقيقة إن أكتر لحظات ربنا بيشتغل فيها هي اللحظات اللي انت بتحس فيها إنه اختفى. عارف اللحظة اللي بتبقى قاعد فيها لوحدك والدموع نازلة من غير صوت؟ اللحظة اللي بتقول فيها أنا تعبت خلاص، أنا مش قادر أستحمل تاني. ليه سايبني يا رب؟ ليه؟ بس خليني أقولك، هو مش سايبك، هو شايفك أكتر ما أنت شايف نفسك. عارف كل نفس بتاخده بالعافية، كل مرة بتقوم من على السرير بالعافية، كل ليلة بتنام فيها وانت مش عارف تنام، بس هو سايبك لسبب. مش عارف، مش عشان يعذبك، ولكن علشان يشكلك. زي ما الدهب بيتنقى في النار، انت بتتنقى في الضيقة، وكل دمعة بتقع من عينك ليها وزن عنده. في سفر الرؤيا بيقول وجميع دموعهم في زق، يعني ولا دمعة راحت هدر. لأني عرفت الأفكار التي أنا مفكر بها عنكم، يقول الرب، أفكار سلام لا شر، لأعطيكم آخرة ورجاء. بس انت قوله وصليله من قلبك، يا رب أنا مش فاهم اللي بيحصل، بس مصدقك حتى لو قلبي موجوع. أنا هفضل ماسك فيك لأنك انت أملي الوحيد، وانت اللي عمرك ما بتكسر قلب تعبان جالك. لو انت بتحس بالكلام ده سيبلي قلب او اكتب لي تعليق وقول لي فيه انا مش لوحدي، يسوع معايا. وشير الفيديو ده مع حد محتاج يسمع الكلام ده دلوقتي. وما تنساش تتابع الصفحة علشان توصلك كلمة تشجيع كل يوم. عارفة امتى بتحصل أكبر المعجزات؟ لما يبقى مفيش أي باب مفتوح، لما حتى أقرب الناس ليكي ما يعرفوش يساعدوكي، لما دموعك تنشف على خدك وتقولي خلاص مفيش أمل. بس تعالي نرجع كده شوية. فاكرين العيلة اللي ابنهم مات وكانوا بيصرخوا ليسوع، ويسوع اتأخر لحد ما جه والطفل مات؟ بس هو قال لهم بعدها ألم أقل لك إن أمنتي ترين مجد الله؟ يسوع اتأخر بس علشان يقومه من الموت، مش علشان يشفيه بس. المعنى إن اللي انت شايفه تأخير هو في السماء ترتيب، اللي انت شايفه نهاية هو بالنسبة له بداية جديدة. الموضوع مش إنك تستاهل ولا لأ، الموضوع إنه بيحبك، أيوة بيحبك بجد، وبيجهز لك وقت يمسح دمعتك بنفسه، ويديلك فرح بدل وجع، وسلام بدل خوف، وفتح بدل قفل. آية بتقول يبكي ليلا وفي الصباح ترنيم. يقول له من كل قلبك يا يسوع أنا مصدق إنك شغال حتى لما مش شايف. أنا واثق إنك ضابط الكل ومش هتسيبني أكمل الوحدة دي، وأنا في إيدك، وأنا مش هقع طول ما أنت ماسكني، حتى لو كل الدنيا وقعت حواليا. لو ربنا اتأخر معاك بس انت لسه مصدق انه بيشتغل، اكتب لي في الكومنت انا مستني مجدك يا رب. وسيب الفيديو ده يوصل لحد محتاج يسمع الكلمة دي النهاردة. اللي اتأخر في عينك جه في وقته عنده. في قصة حقيقية عن واحدة اسمها إليزابيث، كانت بتخدم في كنيسة صغيرة في بلد في أوروبا، وفضلت سنين طويلة بتصلي لجزء واحد من حياتها، إن ربنا يفتح رحمها وتخلف. كل مرة كانت تروح لدكتور يرجعها بنفس الجملة، مفيش أمل يا مدام، الحالة صعبة والمشكلة من الناحيتين. سنين بتعدي وصحباتها كلهم خلفوا وهي بتبتسم في الصور معاهم، ولكن قلبها كان بيبكي والوجع جواها بيعلى يوم عن يوم. وفي يوم راحت مؤتمر روحي وكان فيه خادم بسيط جدا بيشارك، وهو بيصلي الجملة واحدة، ربنا هيعوضك بالعيلة اللي نفسك فيها، ووقته هيبقى أحلى من كل التوقيتات اللي ضاعت. إليزابيث وقفت في دموع وقالت يا رب حتى لو متأخر بس أنا لسه مصدقك. بعدها ب3 شهور راحت تعمل فحوصات تانية، والدكتور قال لها أنا مش فاهم، التحاليل دي مش بتاعتك، دي تحاليل واحدة حامل في 1.5 شهر. ربنا متأخرش، هو كان بيرتب يوم الفرح بعد ما تعبها وصل للقمة. وبعدها ب9 شهور جابت بنت جميلة وسمتها نعمة. النعمة بتتولد دايما بعد الألم، بس السؤال هل عندك استعداد تصبر؟ هل عندك استعداد تصدق إن يسوع مش ناسيك؟ انتظر الرب، تشجع وليتشدد قلبك وانتظر الرب.
بس انت قوله من كل قلبك: يا رب أنا هفضل استنى حتى ولو الوقت بيعدي، وهفضل مصدق إن ليا يوم هفرح فيه، وإن تعب النهاردة هو تجهيز لنعمة بكرة. ثبت قلبي وما تسيبنيش أضعف وسط العتمة. ولو القصة دي لمستك ابعت الفيديو لحد بقاله سنين مستني، واكتب لي تعليق وقول لي أنا مستني النعمة حتى لو اتأخرت. وما تنساش تتابع الصفحة علشان توصلك القصص اللي بتثبت رجلك وسط التعب. القصة دي حصلت من كام سنة مع شاب اسمه مينا، كان شغال في شركة خاصة وبيصرف على والدته وأخته الصغيرة بعد ما والده توفى. وفي يوم الشركة أعلنت إنها هتقفل بشكل مفاجئ، ومينا رجع البيت وسكت، بس في عينه دموع مليانة خجل، مش من الفشل، من الإحساس بالعجز. فضل 3 شهور يدور على شغل ويبعت في كل حتة ويسيب الCV ويمشي على رجليه لساعات، بس كل مرة يسمع نفس الرد: هنبعتلك لو في حاجة. ومفيش حاجة بتتبعت. وفي ليلة من الليالي قال لمامته: أنا مش عارف أعمل حاجة، بس لو يسوع موجود فعلا يبان دلوقتي، لأن أنا خلصت. وبعد أقل من 24 ساعة جاله تليفون من رقم مش متسجل. كان واحد اشتغل معاه زمان وبيقول له: أنا فاكر تعبك وأمانتك في الشغل، لسه طالع في شركة محترمة وعايزين حد زيك. مينا راح واتقبل في نفس اليوم في الشغل الجديد، وكان براتب ضعف الشغل القديم وتأمين شامل ليه ولعيلته. يسوع لما سمع الصرخة اللي طلع من قاع قلبه، مفيش حد صرخ له بصدق إلا وكان ليه رد. مش دايما بيجي في الميعاد اللي انت عامله، بس دايما بيجي في الميعاد اللي انت محتاجه. في الضيق دعوت فخلصتني، في ستر الرعد أجبتك. صلي له وقول له: يا رب أنا بصرخ زي ما مينا صرخ، وبقول لك أنا تعبت ومش قادر، بس أنت إله بيظهر وقت الغروب، وإله بيرد على اللي بيناديه من قلبه. اسمعني حتى ولو أنا ساكت، أنا جوايا صرخة وأنت بس اللي بتفهمها. لو القصة دي لمست قلبك شارك الفيديو مع شخص حاسس إنه مخنوق ومش لاقي مخرج، واكتب لي في تعليق تقول فيه: أنا لسه مصدق إنك هتظهر يا يسوع. وما تنساش تتابع الصفحة علشان توصلك قصة كل قلب مستني ومتمسك بالرجاء. كان في ست اسمها سارة، كبيرة في السن، والناس كلهم شايفينها عدت مرحلة الأحلام، حتى هي نفسها بطلت تحلم. لسنين طويلة كانت بتشوف الأطفال بيجروا في الشارع وبتحضن ولاد الناس وتحط وشها فيهم وتقول لنفسها: هو ليه كل الناس بتفرح وانا لسه مستنية؟ هو ربنا نسي اني ست ونسي ولا نسي اني تعبت؟ وفي يوم جالهم ضيوف غرباء والرب كان وسطهم وقال كلمة واحدة: سأرجع إليك نحو زمان الحياة ويكون لسارة امرأتك ابن. سارة ضحكت مش لأنها مش مؤمنة، ولكن لأنها اتعلمت خلاص تكتم كل حاجة جواها حتى الرجاء. بس ربنا قال لها: هل يستحيل على الرب شيء؟ وسنة وعد الرب مرحش، والست اللي كانت مستنية سنين شالت ابن وسمته إسحاق، يعني ضحك. الدموع اللي كانت من الوجع اتحولت ضحك من الفرح. لما الدنيا تقولك اتأخرت، ربنا يقولك أنا لسه ببدأ دلوقتي. اللي مستنيه بدموع هيجي عليك يوم وتضحك عليه من قلبك. مفيش وعد من ربنا بيروح، ومفيش حد بينادي عليه إلا وبيسمع صوته. هل يستحيل على الرب شيء؟ يا رب اديني قلب سارة اللي رغم تعب السنين فضل مستنيك حتى من غير ما تتكلم. خلي ضحكي يرجع والفرح يسكن قلبي، ولو كنت فاكرني متأخر أنا مصدق إنك دايما بتشتغل في التوقيت الصح. لو بتستنى وعد من ربنا ولسه مش شايفه، سيبلي في تعليق أنا مصدق إن ضحكتي جاية، وشير الفيديو ده مع حد نفسه يفرح بس الوجع مأخره. وما تنساش تتابع الصفحة علشان توصلك كل قصة حد مستني ولقى يسوع بيكمل معاه المشوار. اللي بتفكر إنك اتأخرت عليه هو بيشتغل على شكلك الجديد. مفيش وجع ضاع ومفيش صرخة طلعت من قلبك وربنا ما سمعهاش. كل لحظة قلت فيها أنا مش قادر أكمل، ربنا كان بيرد عليك: بس أنا قادر أشيلك. كل مرة
سألت هو سايبني ليه؟ كان بيرتب لك إجابة مش بالكلام بس بالمفاجأة. زي ما شفنا في قصة إليزابيث، ربنا جه بعد سنين انتظار، بس لما جه جاب معاه النعمة. وزي ما حصل مع مينا، ربنا سمع صرخته من قلب الضيقة وفتح له باب محدش كان يتخيله. وزي سارة، ربنا جبر كسر قلبها في لحظة ورجع لها ضحكتها، وهي في سنين كانت الناس كلها شايفاها راحت عليها. ويمسح الله كل دمعة من عيونهم، والموت لا يكون فيما بعد، ولا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعد. قل له من قلبك: يا يسوع، شكري ليك مش علشان انت جبت اللي كنت عايزه، ولكن علشان فضلت معايا وانا كنتش بشك فيك. شكري ليك علشان وسعت قلبي وهو كان بيتقفل، وخلتني اصدق ان كل تأخير منك هو ترتيب مش تأخير. لو السلسلة دي لمست قلبك، شارك الفيديو مع حد تايه وسط الوجع ومش شايف نور، واكتب لي في الكومنت: انا مصدقك يا يسوع حتى ولو الدنيا سكتت كلها. وما تنساش تتابع الصفحة علشان توصلك كلمة ترفعك كل يوم. ربنا معايا ومعاكم، امين، واشوفكم في فيديو جديد.